والفل والياسمين على اجمل متابعين. ثلاث كوبايات من الميه اول ما غلوا نزلت بكيس المكرونه. هقول لكم طريقه جميله جدا جدا للمكرونه بالبشاميل. بصوا ديت مكرونه قلم عادي جدا، وهننزل بشويه زيت صغنطاطين وشويه ملح، شويه ملح صغيرين، حبه من الزيت صغنطاطين برضو. هتستوي 3/4 تسويه، والباقي هنحط كيلو لبن. يبقى كيس مكرونه قلم على كيلو لبن على 3 كوبايات من الميه. اخر فيديو كان للجريل، شوينا الفرخه فيه، كانت اول مره فعلا نشويه وطلعت في منتهى الجمال ما شاء الله. فانا هقول لكم انا تبلتها ازاي من حلاوتها بجد بجد. عملناها تاني، هقول لكم التتبيله بتاعتها ازاي. بشرت بصله، ملح وفلفل وكمون، ونص معلقه من السبع بهارات، ونص معلقه من القرفه. فتحناها كده وعملناها زي فتحات كده وحشيناها، يعني مفيش غير البصل والفلفل والكمون والملح والسبع بهارات وشويه من القرفه. دلوقتي هي بقالها ساعتين. اول وهي اما النار تعلى قوي 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 والفراخ تاخد الصدمه بتاعتها هنبتدي نهدي النار. فباذن الله هنعمل ريفيو على الجريل قريبا. كده قلبتها شمال ويمين لمده ثواني، وبعد كده تتوطى بقى على نار هاديه جدا. هننزل بكيلو اللبن، هي داخله على تسويه، هننزل بكيلو اللبن كله، او هنسيب شويه كده هنقلب فيها الدقيق. وادي التشويحه الحلوه للحمه المفرومه. التوابل كانت 7 بهارات، فلفل وكمون وشويه ملح. زي ما انتم شايفين كده. نخلي بالنا عشان اللبن ما يفورش. قربت تستوي خالص خالص. طريقه جميله وصحيه، وكمان تنفع للمبتدئين. خلاص المكرونه استوت معانا. هننزل ب3 معالق دقيق كبار. هننزل بالدقيق وشويه اللبن عشان هي ما فيهاش مواد دهنيه، احنا حاطينها بس يا دوبك معلقتين زيت وهي بتتسلق. هحط مكعب زبده وجبنه رومي او شويه جبن، موتزاريلا، شويه ملح، شويه فلفل اسمر. يا رب الطريقه تعجبكم. المكرونه استوت معانا زي ما انتم شايفين اهو، مكعب الزبده بيسيح مع الجبن، شايفين اهي. يا رب الطريقه تعجبكم ونجربها وتقولوا لي رايكم. دهنت الصينيه حته زبده. هننزل بنص البشاميل. بسم الله. عجباني الطريقه جدا 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 وسهله، وكمان في حله واحده كله، والمكرونه مستويه 100%. خرافيه بالجبن، جميله جدا 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 وسهله وصحيه. واو على الطعم والريحه، والله العظيم قشطه. مكرونه بالبشاميل قشطه، حاجه كده فاخر من الاخر. بجيب لكم كل ما هو جديد بجد والله العظيم بامانه.
حلوه قوي 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 الطريقه دي. احنا هننزل بالحله كلها كده. بسم الله. وهي داخله على تسويه هنحط الجبن على الوش. ناخد التلميعه كده من نفس الدريسنج بتاعها كده اهو، سقسقه شمال ويمين وعلى نار هاديه. وكمان على فكره ممكن تنفع في الطاسه تيفال او اي حاجه ما تلزقش. جميله قوي قوي والله العظيم، زي بره واحلى كمان. نعمل سلطه الطحينه. نحط شويه ميه مغليه. لونها بيفتح اهو. هوريكم القوام في الاخر. ده القوام النهائي. هنحط خل دلوقتي عشان بيتقلها تاني. نص معلقه خل. هنحط ليمون. هنحط النار كده خلصنا. بالهنا والشفا. قطع الخضار بقى. نحط الجبنه بقى. هو داخل يستوي اهو، داخل على سوا خلاص. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ويعجبكم الطريقه بتاع المكرونه البشاميل. اول مره اعملها بالطريقه دي وطلعت مستويه جميله جدا ومستويه اهي زبده بجد بجد بجد. اوعوا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناه. اشوفكم كل خير يا رب.